متتبعي قناة شوف تيفي واحد، مرحبا بكم. القناة في انتظار الدعم ديالكم بالتعليقات، بالاشتراك وبلايك، وتنقول لكم مرة أخرى شكرا. اليوم غنشوفوا جريدة جزائرية أشنو قالت على الطعمة الحاكمة في الجزائر، واشنو قالت كذلك على عدم المشاركة ديال الفريق الوطني المغربي في الشان المقامة في الجزائر. عنونت المقال وقالت: عن طريقة نظام العسكر مع المغرب الشقيق يورط الجزائر أمام أنظار العالم بغباء شديد. تقول الجريدة: من رحلة المنتخب المحلي المغربي من أجل المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل اسمه غباء النظام الجزائري. انكشف اليوم الوجه الحقيقي والقبيح للنظام الجزائري وتدخله البشع في الرياضة، رغم أن كل قوانين الفيفا تحظر تدخل السياسة في كرة القدم. يوم الجمعة حجت مختلف وسائل الإعلام الدولية إلى مطار الرباط سلا للوقوف على بشاعة جريمة رياضية اقترفت السلطات الجزائرية مكتملة الأركان، ورطت النظام الجزائري أمام العالم لنظام عنيف لغة وأفعال وبعيد عن منطق الدولة الواعية والحكيمة، ما يمكن إلا أن ينتج مثل هذه التصرفات المتهورة التي يقابلها حكمة وضبط للنفس من الجانب المغربي منذ سنوات وليس اليوم. نظام تخلى على جميع المشاكل الداخلية عنده وقرر أن يواجه المغرب بعدوانية وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة بفرض حظر جوي وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية، وهو تصعيد لا يجلب من ورائه إلا الحرب في العلاقات بين الدول. وعلى ذكر الحرب، فهناك الكثير من الناس لم ينتبهوا إلى حوار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في جريدة الفيغارو التي سألته عن المغزى من التصعيد مع المغرب، وأجاب أن التصعيد كان الخيار الأقل ضررا من الحرب، يعني أن خيار الحرب خيار مطروح وليس مستبعد. طبعا هو كلام تصعيدي وغير واقعي، لأن أي افتعال للحرب سيواجه برد عسكري مغربي حازم. زيد على ذلك أن القانون الدولي سيعتبر الجزائر دولة معتدية مارقة سيقودها إلى عقوبات عالمية ببدء الحرب. ولكن هذا الكلام يظهر بالملموس أن النظام العسكري الجزائري يعيش في حالة هستيريا غريبة عند ذكر اسم المغرب. فالمغرب عنده دولة حقيقية تعتمد على مؤسسات وركائز وتختار كل شيء بحنكة وذكاء ومكر سياسي، ورط الجزائر في أكثر من مناسبة وجعلها أضحوك أمام العالم. خطوة فوزي القجع بالتثبت بالمشاركة في كأس إفريقيا حتى آخر لحظة تندرج ضمن هذا الإطار، فهي توريط مباشر للجزائر في إقحام السياسة بالرياضة، وكذلك ضربة لملف ترشيح الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا 2025، وإشهار مجاني لالتزام المغرب بالقوانين والأعراف المنظمة للفيفا للتظاهرات الرياضية، وليس كمنطق النظام الجزائري الذي أضحى يحكم بمنطق الفوضى والعصبية. ومع الأسف لا بوادر في الأفق تلوح لإيجاد وصفة تخفف من وطأة هذا المرض المزمن الذي يعاني منه رفاق البوال الأركان شرقية. غادي نشوفوا التعليق أشنو جا في هذا الإطار هذا. تقول التعليق: سمير الليل:
حنا كي لعبنا عندهم في التصفيات الماضيه، رحنا بالطياره نتاعنا ورحبوا بنا احسن ترحيب، لكن نحن لم نرد بالمثل، واردنا اثبات انفسنا بطريقه لم نعتدها. فدائما كنا بلد كريم، اما اليوم فاصبحنا بلد لئيم، بدلتونا. هذا حميد يقول: الحالة الجزائرية حالة فريدة في عالم مرض الانفصام، وجب تدريسها في كليات الطب النفسي، ومن حق المغرب الذهاب مباشرة إلى الجزائر، فهذا وفد رياضي وضيف يجب احترامه بعيد عن السياسة. شكرا لإخواننا الجزائريين العقلاء. من أراد أن يغلق الأجواء والحدود ولا يأتي عنده أحد، فلا ينظم أي تظاهرة رياضية أو ما شابه ذلك. فالتظاهرات الرياضية فهي للتسامح والتصالح والتعارف، وخاصة بين الأشقاء والإخوة في الدين والعروبة. فمرحبا بكم في بلد العز والكرامة والمحبة في المغرب الحبيب. هذا كذلك تعليق من طرف علي. مع الأسف حرم منتخب المغرب من ملفاي ديال الكبرانات الصالحة للفطور والغداء والعشاء، وحرم منتخبنا من ركوب في حافلة سجون الاتحاد السوفيتي القديمة. هذا سعدان تيقول: من حق الجزائر أن تمنع أي طيران من على أجوائها، لكن ليس من حقها أن تفرض على المشاركين الطائرة التي تقلهم إلى الشام. قوانين الكاف تفرض عليها تيسير وصول الفرق المشاركة، وتمنع عليها خلط ما هو رياضي بما هو سياسي. الخاسر الأكبر هي الكرة الإفريقية، والخاسر أيضا هو مستوى التنافس في هذه الدورة التي فقدت حضور بطل دورتين الماضيتين، بالإضافة إلى فريقين كبيرين هما مصر وتونس. هذا كذلك يقول تعليق آخر، يقول: قرار غبي من شأنه افتعال مشاكل ما عندها أي أساس. ما دخل الرياضة بالسياسة؟ كان أولى للجزائر، أو الأصح لحكام الجزائر، السماح للوفد المغربي الشقيق القدوم استثنائيا مباشرة وبخطوط بلدهم، ولكن العز والكبرياء في غير محله جعلت المسؤولين يتخذون قرار في غير محله. للأسف الجزائر بلد مضياف، ونعتز بالضيف ونحترمه، فماذا لو كان الضيف إخوتنا من المغرب العربي، بغض النظر عن السياسة وبعيدا عن أي اختلافات في الحكم والمصالح. نعتذر للشعب المغربي عن هذا. احنا شفنا اشنو تقال في التعليق، وشفنا بأنه هذه الطغمة الحاكمة في الجزائر في حقيقة الأمر هي جاهلة وحمقاء إذا جينا نسميوها في حقيقة، ولا تتوفر على أي مستوى سياسي وأخلاقي ولا دبلوماسي. هاد الناس هادو ما تيهمهم والو، تيهمهم فقط تقزيم المغرب. يعني فين ما كاين المغرب حنا غنوقفوا ضده، ما تيهمهم والو، ما تيهمهم لا تقدم ديال الشعب الجزائري لا حتى شي حاجه. راه تنشوفوا الفلوس تخسر يمين وشمال فقط باش يقزموا المغرب. هذا هو الهم ديالهم. هاد الطغمه الحاكمه تنتمنى انها كاينين رجال، ولا بدا ما يمكنش ما يكونش رجال في الجزائر باش يحيدوا عن هذا الوسخ. هذا راه وسخ موجود في هاد البلاد هذه. في حقيقه شوهوا بينا في العالم، والله شوهوا بينا. على كل حال ما غنطولش عليكم في الموضوع، وانا من انتظار الاقتراحات ديالكم، وتنقول لكم شكرا والسلام عليكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا.